السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة غدا منجزة للوقت وسهلة وسريعة. هنعمل مكرونة بالكبدة الاسكندراني. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناها ازاي. معايا كده حلة او طاسة على النار، فيها معلقتين كبار من الزيت او حبة حلوين كده، كمية مناسبة يعني. وهبتدي انزل بمعلقة صغيرة من الثوم. القولون هيتعب معانا في الفيديو بتاعنا النهاردة، بس معلش الاكلة تستاهل بصراحة. هبتدي ان انا مش عاوزة احمر التوم بتاعي، انا عاوزة بس اول ما اشم الريحة بتاعته هبتدي ان انا اطشه على طول. هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الهريسة، انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده بتطعم الاكل وحلوة جدا. هبتدي اشوحهم الاتنين مع بعض كده. اول ما اشم الريحة بتاعتهم انا قلت مش هشوحهم، هبتدي انزل عليهم بطماطم مضروبة في الخلاط. الاول هننزل كده بمعلقة من الصلصة، هتعزز معايا الطعم واللون كمان بتاع الصلصة بتاعتي. اديهم كده تقليبه الاول بس مع بعض، وبعدين هننزل بالطماطم المضروبه في الخلاط ومتصفيه، وهننزل بمعلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، ومعلقه من البابريكا تدي طعم ولون حلو برضو. وهننزل كده بزعتر مجفف، ده بيكون الشكل بتاعه بيدي طعم وريحه يا بنات للصلصه تحفه. جربوها بس بالطريقه دي، جربوا صلصه المكرونه بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم جدا. ده الشكل بتاعه وريتهولكم في الفيديو. هنديهم بقى تقليبه كده ونسيبها تتسبك على جنب. هنيجي بقى للكبده بتاعتي، معايا نص كيلو من الكبده، معايا توم مهروس مع فلفل حامي او بارد على حسب الرغبه، ومعلقه صغيره من الهريسه، وعصره ليمونه، ومعلقه صغيره من الكمون المطحون. ما تكتريش كمون عشان ما يمررش معاكي. اديها تقليبه كده. دي تتبيله الكبده بتاعتي. هاخد بقى نص كميه التوم بالفلفل في طاسه عندي كده على النار، فيها معلقتين زيت. هبتدي انزل بنص الكمية واديهم تشويحة مع بعض. هقلب كده، وهنزل معاهم كمان بمعلقة صغيرة برضو من الهريسة، هتطعم معاك الكبدة كويس جدا. وهنقلبهم مع بعض. اول برضو ما هتشم ريحتهم كده مع بعض شوحيهم كده حبة حلوين، بس مش عاوزة اللون بتاعهم يغير. هبتدي انزل بالكبدة بتاعتي كده. هنزل بكمية الكبدة، هفردها كده بس بالمعلقة، ومش هقلبها لحد ما لونها يغير او تاخد صدمة. تمام، هسيبها كده دقيقتين. اول ما الاقي لونها غير من تحت هبتدي ان انا اديها تقليبه كده، واسيبها على الجنب التاني برضو، مش هقلب فيها على طول. تمام كده. هنا سبتها كده دقيقتين كمان على الناحيه التانية. هبتدي بقى اقلبها كويس، وهضيف الفلفل بتاعي، فلفل اخضر متقطع شرايح كده. اديهم كده تقليبه او تشويحه مع بعض. وبعدين بقى يعني انا ما حبيتش اضيف بهارات تانية خالص، كفايه التتبيله اللي احنا ضايفينها للكبده عشان تحس بطعم الكبده. احنا ضايفين كده كده يعني كمون، فما ضفتش تاني. لو عندك بقى بهارات كبده اللي بتكون جاهزه دي في اكياس، ضيفي منها، مفيش مشاكل. ما عندكيش ما تضيفيش اي حاجه، هي كفايه قوي كده. دي بقى الصلصه معايا كده اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بوريكم كده بتعملوا بالمعلقه كده، الصلصه بترجع ببطء، بس انا مسرعه الفيديو. ده كده شكل الكبده بتاعتنا بقت جاهزه معانا خلاص. هنبتدي بقى نغرف المكرونه بتاعتنا هنضيفها الصلصه. المكرونه المسلوقه زي ما تحبيها بقى، مكرونه قلم، مكرونه عاديه، زي ما تحبي. هتضيفيها للصلصه وتديها تقليبه، وتغرفيها في الطبق بتاعك وعليها الكبده اللي احنا عملناها مع بعض. ودول بقى شويه بتنجان كده فاتح شهيه جنب الكبده، بيكون طعمهم تحفه. هبقى اعملهم معاكم في فيديو تاني باذن الله.
اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.